فيديو النهارده يعني هو يؤسس رعب. يعني المفروض ان انا قلت اغير شويه بقى، بدل بقى ما نقعد بقى نجيب في سيره الناس ومش عارف نعمل رياكتات وكده. قلت بقى ان احنا نحكي قصه رعب كده حلوه جميعه كده مع بعض كده. يلا بينا، يلا. قبل ما نبدأ الكلام، شخصية المداح اللي هو الشيخ صابر، نكتشف إن في شخصية حقيقية لشخصية الشيخ صابر، وهو الساحر التائب داوود محمد الفرحان، أو داوود محمد فرحان. اتولد في اليمن، يعني هو عنده 80 سنة. بيقول داوود محمد فرحان طريق السحر طريق صعب جدا، ولما أي حد بيخش في السحر والطريق ده ما بيخرجش منه، وبيشوف بلاوي بسببه، لان الطريق ده يعني لو ربنا سترها معاك هتعرف تخرج منه. وبيقول الساحر التائب داوود محمد فرحان: طريق السحر اللي انا مشيت فيه خلاني اخسر مراتي وعيالي. بيحكي وبيقول ان بدايته في الموضوع ده من زمان قوي. باباه محمد فرحان كان ساحر، وورث السحر ده من جده فرحان، وفضلت الورثه تستمر لغايه لما جه دور داوود. بيقول داوود محمد فرحان ان هو عاش في بيت كان غريب ومرعب بسبب الحاجات اللي كان بيشوفها، من ضمنها اشباح، على ظلال سودة، على حاجات غريبة. وده اكيد لان هو كان عايش مع ناس لهم علاقة بالسحر وكانوا بيعملوا سحر وكده، فطبيعي كان هيشوف الحاجات دي. داوود محمد فرحان كان بيقول ان هو كان بيشوف خيالات واصوات، كان بيسمع اصوات وبيشوف حاجات غريبة، وكانت كل الحاجات دي بقى يا معلم خارجة من غرفة والده محمد فرحان. واللي كان داوود بيخاف يقرب من الأوضة دي، كان خايف يدخلها بسبب الحاجات اللي كان بيشوفها. بابا كان غريب، كان بيتصرف تصرفات غريبة، وكان دايما ما بيبقاش في طبيعته، يعني كان دايما بيصرخ، بيقول كلام مش مفهوم، وده بسبب السحر اللي هو كان بيمارسه 24 ساعة. طبيعي أي حد في الدنيا لما بيجي ياكل لحمة أو أي حاجة يا بياكلها مسلوقة يا مشوية يا مقلية. محمد فرحان كان بياكل اللحمة من غير ملح وكانت نية، كان يعني بياكلها بطريقة يعني غريبة. وبيحكي وبيقول ان اللحمة كانت ريحتها وحشة، ما كانش اي حد يقدر يستحمل ريحتها ولا كان ياكلها. معنى اصح ان اللحمة اللي كان بياكلها كانت معفنة، طرف الكلمة يعني مقرفة وقذرة. وكان بياكل اللحمة دي وهو مستمتع جدا، كأنه بياكل حتة ستيك والدن. بابا لما كان بيشوف اي طفل ولا اي طفل معدي، ولا كان اي طفل من قرايب اللي بتجيلهم في البيت، كان بيقعد يبصله بصات غريبه ويقعد يشم فيه زي الكلاب بالظبط. ودايما مامة داوود كانت بتبص لابوه نظرات غريبه وكره. الصراحه اي حد في الدنيا لو كان يشوف شخصيه زي دي كانش يبص له نظرات كره، ده كان يا اما حاجتين: يا اما يجري ويفلسع، يا اما يمسكه يضربه. وبيقول داوود ان كان دايما بيجي لباباه ناس كتير، رجاله وستات، عشان كانوا يفكوا لبعض اعمال. واحده ست تعمل العمل لسلفتها او صاحبتها او ايا كان، او راجل يجي يعمل عمل لمراته او لصاحبته عشان ما تشوفش حد غيره. والكلام ده بيحصل لحد دلوقتي، وكان في الحال ده لمدة 10 سنين. تخيلوا داوود استحمل في الكلام ده كله 10 سنين. بعد مرور بقى سنين كتير، جه يوم والاب تعب، نادى على داوود وفضل يتكلم معاه ويحكي له عشان عاوز يورث له كل اللي درسه زمان، كل اللي خده من باباه فرحان. وقال له: انت جه دورك دلوقتي، لازم تعمل اللي انا كنت بعمله. باختصار كده تبقى ساحر، وكمان تعمل اللي انا عملته، وباللي انا هورثه لك ده هيخليك قوي جدا، وهيخلي الناس كلها تعمل لك الف حساب. طبعا عشان الابن كان صغير، كان في حدود 10 سنين، فهو ما كانش فاهم حاجة، بس يعني بيبتدي الابن يفهم. ولما كبر داوود ورث السحر عن باباه، وبدأ يعمل أسحار ويحاول يفك أعمال ويعمل حاجات كتير يتساعد بيها الناس يا تأذي بيها الناس، لحد ما جه اليوم اللي قرر ان هو يتوب فيه ويبطل اللي كان بيعمله ده، بس بسبب ان هو دخل نفسه في الموضوع ده فمش بالساهل. طبعا بقى لا بقى تهديدات بقى من الجن بقى، وحوارات مليانة بالرعب والحاجات المفزعة.
فخلاصة الموضوع ان حاجة زي كده لازما الناس تبقى عارفة ان هي دي حاجة مش حلوة، دي مش مغامرة. يعني انا مثلا على ما اتذكر ان في مواقف كتير حصلت لي بسبب الحاجات دي، بس ايه ادركت وقتها ان انا اللي كنت بعمله ده كنت عشان انا كنت صغير بس، فما كنتش فاهم حاجة. لكن بعد بقى ما عرفت بقى اللي فيها، حالف والله العظيم ما هقرب جنب الحاجة دي تاني، لان الحاجة دي ما فيهاش هزار. الطريق بتاعها مليان بالمشاكل والحوارات اللي انت لو دخلت فيها مش هتعرف تخرج منها. فدي كانت قصة داود. فانت شايف بقى، وبسبب اللي داود شافه زمان واللي شافه دلوقتي فهو تاب ومش عاوز يخش في القصة دي تاني. بس للأسف الجن مش سايبه في حاله. بس هي الفكرة هنا ان ده طريق صعب وبلاش اي حد يخش فيه، لان اخرته وحشة. اخرته وحشة. اخرتك انك ممكن تخسر اهلك، عيالك، مراتك، وتخسر الناس اللي انت بتحبهم، وكمان كده هيتقال عليك مجنون. يا في الاخر يا هتموت موتة وحشة يا هتنتحر. بلاش تخش في السكة دي عشان السكة دي فعلا اخرتها وحشة. يمكن انا شفت كتير وغيري شاف اكتر وعرفنا وادركنا ان الحاجة دي مش حلوة وما فيهاش مغامرة ولا فيها. انت ممكن تبقى شايفها مغامرة لكن هي مش مغامرة خالص، هي اخرتها وحشة وطريقها كله مليان بلاوي ومشاكل. فبلاش سكة السحر وانك تجيب كتب بقى وتقعد تقراها عشان الفضول وكده. هو الفضول حلو ومفيش كلام، بس يعني بلاش الفضول في الحتة دي، لان الفضول في الحتة دي بيوديك بقى في سكة انت مش هتعرف تخرج منها. بلاش. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم بقى في القصة، ولو حابين بقى قصص رعب تاني تحكيها لكم، تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه.